السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سلام طارق، والنهاردة جاي نشرح جلب. هنشرح الأول الفيديو المقدمة في وسط فيديوهات الجلب. هنشرح ايه هو الجلب، بيعمل ايه، ازاي تتعامل معاه، ازاي تشتغل عليه، ايه هي الامكانيات اللي ممكن يقدمها لك، ايه الحاجات اللي ممكن يزيدها لك. اول حاجة ايه هو الجلب. الجلب زي ما بيتعرف في الجافا هو جافا سكريبت سكرانر. ده اللينك بتاع المشروع بتاعه على الجيت هاب، وطبعا مش هشرح ده كله. هو جافا سكريبت سكرانر، يعني مدير مشغل مهام بالجافا سكريبت، معمول بالجافا سكريبت، مبني على جافا سكريبت. كل اللي بيعمله انك انت بتديله مهمات معينة يعملها لك على اوقات معينة، وانت شغال في شغلك. ايه فايدته ولا هدفه المشروع؟ هيزيد السرعة، حاجة كده عاملة زي البري بروسيسور بتاع السي اس اس والبري بروسيسور بتاع الجافا سكريبت، وحاجات تانية كتير. ان هو هيزود لك في سرعة مشروعك، وهنعرف بعد كده قدام ازاي. ده غير ان في حاجات انت ممكن تضيع لك وقت كتير جدا من المشروع ده، الجلب هيريحك فيها كتير. ازاي تشتغل على الجلب؟ بتنزله عندك على المشروع وبتبتدي تشتغل عليه. ده اللي هنشرحه في الفيديو ان شاء الله. ايه اللي بنحتاجه عشان نشغل الجلب؟ والله هما بيقولوا ان هو بيحتاج معرفة بالام بي ام اللي هو النود باكج مانجر، مدير حزم النود. محتاج معرفة وثيقة، لأن هو أصلا أنت كل الأوامر بتاعته بتعتمد على النود باكج مانجر أصلا من أول لآخره. كل الأوامر وكل حاجة تتحرك تكون يا إما جافا سكريبت يا إما على النود باكج مانجر. بس أنا عن نفسي بصراحة يعني دخلت على الجاب واشتغلت عليه وشغال معاه، مفيش مشاكل. هو بقالي يومين كاملين، وأنا أصلا مش عارف حاجة عن النود باكج مانجر، مجرد نزلته. عشان نبدأ نشتغل على الجلب نحتاج ننزل النود. نخش على نود js.org، وهنا موجودة طريقة التنسيق. هنعرف ازاي ننزله الأول. طبعا النود ده لما بننزله بيجيلنا معاها النود باكج مانجر، عشان النود باكج مانجر اللي أعرفه ان هو مبينزلش لوحده. طبعا هنا احنا في ويندوز، فنقدر نحمل ملف exe. هسطبهولنا اهو، بيقول لنا في وسط الكلام، هو بيقولك ان هو كروم فيرجن 8 جافا سكريبت انجينير اهو. هنيجي هنا يقولك نود باكج مانجر اهي، ده اللي احنا عايزينه. طبعا هو موجود لكل السوفت ويرز، موجود للماك، موجود لللينكس اهو، موجود للماك، موجود لللينكس. بس هو على حسب علمي ان هو على الماك واللينكس بينزل بالاوامر، على حسب علمي ان احسن طريقة تنزله الماك واللينكس الاوامر. انما ويندوز تتحمل الملف اهو، تعمل كليك على الداونلود. طبعا تكليك من بره لو انت ويندوز اهو الملف، وتدوس الداونلود. طبعا انا محمله عندي اصلا اهو محتاج اهو. مع فايلز فوق هنلاقيه هنا فلاي في النود اهو. هنزل عندي نسختين اهو. بالنسبة للويندوز انت كل اللي بتعمله بتقوم بس دبل كليك على النسخة اللي تنفع معاك اللي انت بتنزلها، بينزلك ده اهو. ستارت عند الان هنلاقي ملف النود جي اس اهو بتاعها. هنلاقي النود كوماند برومبت، والنود دوكيومنتيشن، والنود ويب سايت، طبعا administration. طبعا احنا هنبقى عايزين الكوماند برومبت. طبعا في ويندوز احنا هنستخدم، بالنسبة لويندوز هنستخدم السي ام دي العادي. زي ما قلنا اهو، احنا طبعا في ويندوز مش مالناش دعوة، احنا مجرد ننزله بس عشان ينزل لنا النود باكج مانجر. هندوس كنترول ار، هندوس ستارت ار، هندوس سي ام دي، هندوس انتر. هفتح لنا الكوماند لاين عادي، كوماند لاين بتاع ويندوز عادي. مجرد كتابة كلمة ام بي ام هتقوم مدخلك على النود باكج مانجر. لو هو نزل عندك زي ما احنا شايفين اهو، الكلمة التايتل بتاعه تحول لكلمة ام بي ام. طبعا مش هنحل دلوقتي، هنضرب شوية. بالنسبة للماك واللينكس وانا اعرف الكود بتاع التنزيل، عندي منزل الجيت هاب، هجيبه عليه ثانية واحدة. جيت اهو، جيت باش. طبعا هو هنا هو يقول لنا ان احنا مكتبناش اي حاجة كده، سألنا ان احنا عايزين نقفل العملية ولا لأ. طبعا بالباش ملوش دعوة باللي احنا فيه.
حاجة تبع الجيت لو عايز تنزلها نزلها، مش عايز تنزلها عادي. في لينكس وفي ماك، لينكس وفي ماك أمر التنزيل بيبقى كده سودو انستول ابت داش جيت، بعد كده بنكتب نود جي اس داش والكلمة دي بصراحة مش بعرفها دلوقتي، وندوس انتر. طبعا هو عندنا هنا عشان ويندوز فبيقول لك ان امر السودو مش معروف، لكن هو السودو موجود اجباري في الماك واللينكس، عشان هو اللي بيشغل حاجة كسوبر يوزر او كروت عشان تعرف تعدل على الملفات وكده. يعني معنى تاني هو اجباري كده لازم تكتبه، انما في النظام مش هيكتب. يقول لنا ابد داش جيت مش موجودة، لما هي موجودة في لينكس وفي ويندوز. بعد ما بنكتب الامر ده في لينكس وفي ماك بنكتب بعد كده سودو ابد برضو داش جيت، بعد كده بنكتب انستول. مفروض اعتذر انا في الامر اللي فات نسيت كلمة انستول، لا صح بتاع سودو انستول ابد داش جيت، بعد كده هنكتب له npm، لان هو في اللي انا اعرفه ان في اللينكس النود منفصل عن npm. كده احنا نزلنا npm ومجهزين ملفات مشروعنا اهو. مثلا عندي هنا في ايه نظام ht، عندنا حاجة زي ويندوز بروجكت ديت اهي متجهزة. المفروض ان احنا دلوقتي هنكتب في الملفات، هنعمل ملفات ان شاء الله. الفيديو الجاي هنبدأ نسطب القلب جوه المشروع، عشان هنبدأ نسطب القلب جوه المشروع هنعرف ازاي نستعمله وازاي نشيل الملفات عشان نشتغل عليه. استنوني في الشرح الجاي، أرجو يكون الشرح ده عجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.